السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوميات موكي. النهاردة جايلكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض حاجة حلوة من بواقي المكرونة او من المكرونة المسلوقة. بصوا، دي مكرونة اتسلقت مني واتهرت زي ما انتم شايفين كده، مكرونة سباكيتي. بصوا شايفين هي نوعها مش كويس، يعني ان اول ما تسلقوها بتتهرى. اي نوع مكرونه عندكم ممكن تعملوا بيها، يعني اي شويه مكرونه مسلوقين عندكم في التلاجة ممكن نعملوا الحاجه الحلوه دي. بجد تطلع معانا حلوه جدا وتنفع معانا في اي وقت. تعملوها لو مستعجلين مثلا عايزين حاجه حلوه بسرعه في رمضان. بصوا هيبقى طعمها بجد خطير وحلو قوي. معانا هنا المكرونه المسلوقه، اي نوع براحتكم. تسلقوها لغايه لما تحسوا ان هي اتهرت منكم كده بالمنظر ده. ومعانا هنا 4 كوبايات من اللبن. معانا كوباية من السكر، وعلى حسب ما انتوا حابين برضو تزودوا السكر. تمام. معانا هنا 3 معالق من النشا و3 معالق من كريم شانتيه، لو مش موجود عادي النشا بس. ورشة فانيليا اهي. ومعلقتين كبار من الزبدة. بس كده دي المكونات بتاعتنا، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. كل اللي محتاجينه معانا الخلاط. هبتدي كده بالخلاط، هنزل باللبن اوسع كده. بسم الله. تمام. والسكر وهنزل بالنشا والكريم شانتيه كله في الخلاط. تمام. ورشة الفانيليا. هضرب كده كله في الخلاط لغاية لما كله يتجانس مع بعضه وارجع لكم تاني. اهو يا بنات، بعد ما خلطت كده الخليط بتاعي هنزل بحبة كده منه هنا، مش هنزله كله. هركن كده شوية بشوية وهنزل بالمكرونة عليه اهو كده. هاخد بقى حبة من المكرونة وهضرب في الخلاط. بسم الله اهو. حبة حبة كده لغاية لما المكرونة تتفرم معايا خالص اهو. تمام اهو بالشكل ده. هضربها بقى كويس في الخلاط اهو يا بنات. بصوا القوام بتاعها تقل ازاي، شايفين؟ هبتدي انزل بشوية لبن كمان، حبة بحبة كده. عشان ايه؟ ما تكتلش معايا، عشان المكرونة لسه سخنة. انتوا ممكن تسيبوها تبقى يعني مستوية خالص وتبردوها اهو. حبة بحبة كده عشان يفك معايا. وهنزل بشوية كمان اهو. حبة مكرونة كمان، شايفين؟ اهو. زي اللي بتتباع في الافران، حلوة جدا. بيسموها عزيزية وبيسموها ام علي، على حسب ايه ما انتوا عارفينها يعني. هتعجبكم جدا وطعمها بجد بيبقى خطير اهو. هضرب بقى كمان مرة اهو يا بنات. بعد ما خلطنا المكرونة مع النشا وكريم شانتيه والسكر والفانيليا، معايا هنا حتة الزبدة. هدهن كده الصينية بتاعتي هدهنها كده كويس. عايزه اقول لكم بتبقى طعمها تحفه اهو. هدهنها كويس. ممكن تسيحوا الزبده وتدهنوا بيها، هي كده كده هتسيح اصلا، وكمان هتطلع معانا على الوش
شايفين؟ هدهنها كده كويس وارجع لكم اهو يا بنات. هنزل بقى بالخليط بتاعي، بسم الله. بصوا شايفين؟ ده الباقي عشان ايه الخلاط ما خدش كل الكميه اهو. عملت شويه بعدين نقصت الخلاط بعدين كملت الباقي. هخلطه كده عشان ايه، في تقيل وفي خفيف اهو، عشان يبقى كله مع بعض. هولع بقى الفرن على درجة حرارة 180. شايفين؟ هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. بصوا بالشكل ده. حط بس كده على الوش حبة زبدة او سمنة المتوفر عندكم. خد كده حتة كسرها على الوش كده اهو. انا غاسله ايدي كويس اهو. كده كده هي اما تسخن كمان اللي تحت ده هيديها لون وكمان هيطلع لفوق. شايفين؟ ممكن لو عندكم جوز الهند، عندكم مكسرات، ممكن تخلطوها معاها كمان في الخلاط او تدخلوها جواها كده. بصوا بالشكل ده هتبقى حلوة جدا اهو. بجد هتعجبكم جدا وكمان ريحتها تبقى تحفة. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. يبقى مولعه الفرن من قبلي، تاخد وش من تحت ومن فوق. هطلعها لكم اوريها لكم ونقدموها مع بعض. خليكم معايا. اهي يا بنات الصينيه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن وسبتها تبرد خالص. شايفين؟ شايفين شكلها تحفه ازاي؟ شايفين اللون؟ والزبده اللي حطيناها على الوش عطيتها لون تحفه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليها. هقطع لكم كده حته، هقطعها الاول بالسكينه بعدين اطلع لكم حته اهو يا بنات بالشكل ده. بسم الله. بصوا لازم تبرد عشان تطلعوها كده تبقى ماسكه نفسها. اهي سلك كده من الجنب عشان هي بتكون لازقه، تكون عامله متحمره كده ولازقه من الجنب، فانا هسلكها عشان لما اجي ايه اطلعها اهو يا بنات. هطلع بقى حته بصوا الحلاوه بقى. شايفين؟ بصوا ما شاء الله. شايفين كريمي ازاي من جوه وريحتها بجد خطيره اهي. اهو يا بنات بصوا شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا تحفه. شايفين؟ معايا كده مكسرات، اي مكسرات عندكم اهو حط على الوش كده بالشكل ده. شايفين اهو؟ عايزه اوريها لكم كده. بصوا تحفه ازاي.
شايفين لونها من تحت خطيرة. جربوها بقى وقولوا رأيكم. زي بتاعة الافران بالظبط وتحفة وتنفع في اي وقت. اي نوع مكرونة متوفر عندك، المكرونة مسلوقة مثلا وانت مش محتاجاها، اولادك مش عايزين ياكلوها، جربي اعملي بيها الحلو ده بجد هتعجبكم جدا وطعمها تحفة. وقولوا رأيكم. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.